السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد وان شاء الله معانا فيديو جديد. لو ما جربتيش المخلل ده فانت فايتك كتير. مخلل من حاجة يعتبر بنرميها، فهستغلها معاكم النهاردة وهنعملها مخلل طعمها حلو جدا. حاجة بنجيبها كده وبنطبخ منها وبعد كده بنرميها. جبتها كده بقى ونقعتها كويس كده، وبعد كده بقى يلا نخللها. الكمية بتاعتنا عملت كمية كبيرة وحلوة قوي، وتخليلها من اسهل الحاجات، ويعني بحاجات متوفرة عندك خالص. جبت كده الهون، وهجيب بنجر، وهنجيب ليمون، وهنجيب ملح. هنخلل ايه طيب يا ام اياد؟ هنخلل اللي هي الحاجات اللي بتطلع من الكرنب اللي احنا بنرميها، بس طبعا بيكون طعمها حلو جدا. انا جبتها كده وقطعتها، وقطعت شوية ورق كرنب كده. والله يا بنات مخلل الكرنب ده بيبقى طعمه حلو جدا. انا دايما امي كانت بتعمله، كانت دايما لما كانت بتجيب كرنب بتقوم جايه مقطعه العنق بتاعته دي، وتقطع شوية ورق كده وتخلله لنا. كنا بنحبه جدا. بتخلل بالبنجر والليمون والملح بس. طبعا انا جبت الليمون كده وحاولت ان انا ادق البنجر، بس البنجر كان جامد، فبصراحه فرمته في الكبه. لما جيت ان انا ادقه لقيته جامد ففرمته في الكبه. حطيتين دلوقتي معلقتين ملح على البنجر وعلى الليمون، وبعد كده ضفت لكل برطمان معلقه ملح. يعني الكميه دي انا خللتها ب4 معالق من الملح كبار. لما انا حاولت ان انا ادق كده البنجر وما تدقش، فزي ما انتم شايفين كده انا ضربته فرمته في الكب، وهبدا ان انا انزل بيه على الكرنب بتاعي. انا حطيت في نص بنجرايه، وهتشوفوا اللون معايا في الاخر لونه حلو جدا. وده طبعا بعد 5 ايام بس كلنا من البنجر، اكلت من الكرنب ده. طعمه جميل وبيكون خفيف وطعمه لذيذ وبيبقى مقرمش كده معاكي وحلو جدا. يا دوبك بس بالبنجر والليمون، حطيت ليمونتين على الكميه دي، وحطيت كمان 4 معالق من الملح. هضيف كمان دقت الميه كده لقيتها ان هي عايزه ملح، فضفت معلقه ملح على كل برطمان. طعمه جميل يا بنات وبيبقى مقرمش وحلو جدا. وطبعا انت بقى طول ما انت في المطبخ قلبي فيه يمين وشمال عشان يحدق معاكي ويبقى حلو. وزي ما انا قلت لكم 5 ايام بس وكلت منه احلى مخلل كرنب والله العظيم. حلو وسهل وسريع كده، وبينفع جنب اكلات، وكمان ما كلفناش حاجه. يعني انا كده كده كنت شاريه الكرنبه، خروعتها او نضفتها كده، وخدت العنق بتاعتها كلها، خدت منها شويه ورق، خدت منها قلب الكرنبايه، وعملت احلى مخلل. وبعد 5 ايام بس كان عندي مخلل من غير اي فلوس ومن غير اي حاجه، بحاجه كنا هنرميها كلنا. وبعد ال5 ايام هنفتح معاه دلوقتي في الفيديو مع بعض، وهنشوف الكرنب هيكون عامل ازاي او مخلل الكرنب. بسم الله وتعالوا نفتح عليه. شايفين لونه؟ طبعا انا اكلت منه بس ما كانش لسه حدق قوي، كان لسه في السكره بتاعه الكرنب كده. بس النهارده طبعا بعد ال5 يوم طلعته منه مسكر ومملح، وطعمه جميل جدا. وكمان يا بنات مقرمش كده معاكي. فعلا جربيه. وزي ما انا قلت لكم من حاجه كنا بنرميها فمش هتكلفك كتير. طعمها حلو جدا. شايفين؟ واللون بتاعه طالع مظبوط خالص. يعني البطرمانين دول زي ما انا قلت لكم انا حطيت عليها اقل كمان من نص بنجرايه، عشان انا كنت واخده منها قبل كده مرتين. فدي اقل من نص بنجرايه. طالع لونه وردي وبامبا كده، ولونه جميل وطعمه مخلل ومقرمش وحلو قوي. شايفين لونه؟ بجد تحفه. جربيه ومش هتندمي عليه. لو جربتي مخلل الكرنب قوليلي، او لو انت بتعمليه اصلا قوليلي. بس زي ما انا قلت لكم انا واحنا بنات ولحد دلوقتي لما بيكون الكرنب حلو ماما على طول الاقيها عامله مخلل الكرنب ده. فقلت لما اجربه معاكم او اعمله في بيتي. انا اول مره اعمله، بس انا طبعا باكله على طول عند امي. طعمه حلو جدا، واحنا عندنا هناك في البيت بنحبه. يمكن بنحبه كمان دايما امي تحب تعمله عن اللفت، ان هي بتقول دايما بيبقى خفيف وطعمه حلو. جربي المخلل ده ومش هتندمي عليه. ولو انت بتعمليه قوليلي في الكومنتات. هتوحشوني جدا جدا. لحد الفيديو اللي جاي، كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم. مع السلامة.